اتكلم انت، انا مش هتكلم. اتكلم. مش عارفه عمال ينبح ليه الكلب ده. خلاص بصوا بنت داليا خدتهم، جابتهم على سريرها وراحت قايمه. واخدين بالكم؟ برضو بتقاطعني برضو. بص الكلب عمال ينبح في وربنا عندي اكل ليه، بس لسه عايزه البس واخش البلكونه بقى. عارفين بتبقى حاجه صعبه. لسه البس واخش البلكونه. تعالي هنا. خلاص يا ملاسي يا ناسو، يا ملاسو يا ناسو. طفشوها من على السرير الحمد لله. صوروا والله الاوضه دي دافيه عن اوضتنا عشان اوضتي فيها البلكونه. يعني مش عارفه هنا ادفى. بس انا حتى هما انتعشوا يقولوا يلا ايه ده احنا نتفسح. جم يتفسحوا، جم من اوضتي لاوضه داليا بيتفسحوا. واخدين بالكم؟ ايه انتوا عايز تطلعوا تقعدوا معاهم؟ بس من ساعه ما جم بقى، من ساعه ما جم عمالين ايه تنجيتاتو يا خلاصو يا ملاسو يناسو. والنبي بينسوني الدنيا. مش عايزه اقول لكم ان انا والله يعني لسه جايه من السوق بقالي شويه كده وما عملتش حاجه بقى. يا دوبك صبيت كوبايه القهوه وقعدت كده، قلت اشرب القهوه واقوم اخش على المطبخ رغم ان المغرب قرب يأذن يعني. بس بلاش اللعب العنيف. يا لاسو ناسو يا ناسو على قطقطاته ورباته حصلاته كلاتاته حصلاته. والنبي انا خلاص عجول لساني. عجول. بس بيتسلقوا عندي بقى على السرير برضو، بيتسلقوا وبوظولي الفرش بتاع السرير خالص. مش مستجريه اقول للراجل اعمل حاجه. يقول له مالي قطتك ولا مش قطتك؟ دلوقتي قطتك ولا مش قطتك؟ رغم انهم والله بيناموا في حضنه وحياة ربنا. يروح واخدهم كده في حضنه، وفي اللي بينام ورا ظهره كده ويروح نايم. غلاظ وناس بص يعملوا. انتوا بتعملوا ايه يا عيال؟ اختي بيتا الناس عين ربي ناس. النهارده عايزه، امبارح نضفت لهم عينيهم كلهم كده. قلت النهارده بقى انضف لهم ودانهم. مش عارفه ليه ودانهم، يعني عندي القطط الوحداء البيضه دي اللي محتاجين فعلا اهتمام ورعايه قوي. ما شفتهاش في قططي قبل كده. اللهم بارك، اللهم صل على النبي. يعني القطط البيضه فعلا عايزه يعني رعاية اكتر. فاهمني؟ لقيت برضو ودانهم رغم ان هم لسه نونات اطفال، بس لقيت ودانهم يعني مش عايزه اقول لكم. قلت لا بقى بكره، عشان كان الوقت اتاخر امبارح، فقلت بكره ان شاء الله اعمل لهم بقى ودانهم واديهم كده مسح على وشهم الجميل ده. بس لهوي على العسل الناس اللي تقال الله اكبر عليهم يا ناسو. امهم جت اخيرا. بصوا جت عشان انا قعدت، انا كنت منزله فيديو على قناه يوميات ان هي ما بتقعدش الا في المكان اللي انا قاعده فيه. واخدين بالك؟ انا اول ما اقوم دلوقتي عشان اخش المطبخ والله هتسيبهم وتقوم. لو هي في عز الرضاعه بتاعتهم بتسيبهم وتقوم عشان تيجي تقعد جنبي على المطبخ تشوفني بعمل ايه، تطمن على الاكل بتاعها، وبتاكل وبتقعد برضو وحياة ربنا. ابص عشان انا قاعده والله العظيم يا جماعه، عشان انا قاعده هي هتلمهم اهي وترضعهم. شايفين؟ تقول لهم يلا يا حبيبتي على الرضاعه. اول ما انا اقوم هتبص تلاقوها قامت. مش عارفه بتربطني جنبها، اعمل ايه؟ خلاص ونس ربنا يهديك يا اختي. والله انا ما فاضيه اقسم بالله القعده دي، ده انا كده قاعده حلاوه روح بس. قلت كده ايه نمسي على قططنا الحبيبات الامارات السكرات، يقولوا الفنزات. ما تنسوش اللايكات والاشتراكات، والنبي بقول كلام عسل درر كده. ما تنسوش يا جماعه في اللايك والاشتراك والكومنت، ماشي؟ عشان بقراه والله بقراه وبفرح جدا من الكومنتات الجميله اللي يعني بتخليني استمر. يعني بفرح وفي نفس الوقت بتكسبوني ثواب، وانتوا كمان بتكسبوا ثواب. وكل اللي يقرا الكومنتات بيكسب ثواب، لان انتوا بتخشوا بتصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، تقولوا ما شاء الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله. بفرح جدا والله العظيم من الكلام الجميل ده. يعني بفرح صراحه. ايه توته القمر. توته برضو امبارح غصب عنها مسكتها ورحت مسحها لها عينيها، كانت فظيعه، وحطت لها القطره بتاعتها. يلا هسيبكم على خير حبيباتي، وهم خلاص هيرضعوا. انا عارفه واثقه ان اول ما اقوم هي هتقوم. يا رب بس يا رب تجيلها غفله كده تنعس حبه قبل ما يرضعوا. يعني بيصعب عليا قوي، رغم ان انا بدات ان انا يعني اكلهم بس حاجات بسيطه برضو مش زي رضاعه. يعني بياكلوا بيرجعوا تاني عايزين يرضعوا يعني. فربنا ييسر. بس يخشي بيتك عملوا بيتا يعني امه بيتا ربي خلاص يا ربا يا خلاص يا ربا يا خلاص يا ربا. انا بقيت زيهم يا خلاص يا ربا.
يخلصوا ناسه. يلا اشوفكم على خير حبيباتي، وما تنسوناش في اللايكات بقى. اوكي، يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.